السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وسلام يا رب. النهاردة بقى جايبين لكم حاجة كده، الراعي الرسمي بتاع الشتاء اللي بعمله كل سنة بإذن الله، وبيعجب الأولاد جدا جدا وكل الناس البيوت المصرية بتعمله. هنشوف معانا هنا 2 برتقان. طبعا انتوا هتستغربوا البرتقان بقشره ازاي، انا هقول لكم دلوقتي. وعندنا هنا 2 بيضة، وعندنا رشة فانيليا علشان زفرة البيض، وعندنا برضو علشان الهشاشة معلقة خل كبيرة. هنضرب، ودي كوباية إلا ربع زيت. هنضرب كل المقدار ده كله يا جماعة مع بعضه في الخلاط لحد البرتقال نفسه، القش نفسه هيتهرس. طبعا انتوا مستغربين ان البرتقانة سليمة، جربوها يا جماعة وان شاء الله مش هتندموا. طعم خطير وريحة اخطر، والطعم روعة روعة روعة، والريحة بتجيب اخر الدنيا. جربوها يا جماعة ومش هتمرر منكم ولا اي حاجة. انا عملتها كذا مرة وجربتها، ولما نجحت معايا قلت اعملها لحبايب قلبي. وهنا عندنا ده دقيق ابيض، عندنا كوباية دقيق ابيض، وعندنا كوباية ونص دقيق ذرة صفرا، وعندنا مقدار البيكنج باودر. عندنا كيس بيكنج باودر ورشة ملح. هنقلب كل الخليط ده مع بعضه. وعندنا السكر كوباية وربع سكر عادي، ده المظبوط يا جماعة. هنا هنزل بيه في الخلاط السكر، وده كده المقدار المظبوط، كوباية ونص، هو طعمه مظبوط جدا. هبدأ أشغل الخلاط تاني لحد السكر كله ما يدوب معايا. وانا قلبت الخليط الجاف اللي هو الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح. وبعد كده هبدأ اجيب اللي في الخلاط على الدقيق واقلب كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. هقلب الخليطين، شايفين اللي في الخلاط ناعم ازاي واتضرب جامد، والقشر بتاع البرتقال مش باين خالص اهو يا جماعة. اهو يا جماعة شايفين انا حطيت ده على ده، وهقلب بالمضرب لحد ما الخليط كله يبقى ناعم معايا ومفيش ولا دقيق ظاهر خالص. اهو يا جماعة اقلب كل الخليط ده مع بعضه. وعندي اثناء ما انا بعمل كده يا جماعة الفرن بتاعي شغال علشان يبقى تدخل على نار، على فرن متحضر قبل كده سخن، يعني على 180 درجة لمدة نص ساعة. اهو يا جماعة، وعندي صينية حاطة فيها مادة دهنية ورشة دقيق، ومبطناها علشان ما تلزقش مني. وبعد كده هبدأ اصب الخليط ده في الصينية اهي، مقاس 28 الصينية دي يا جماعة. هيطلع السمك اللي انا هوريهولكم في اخر الفيديو. وبعد كده هبدأ احطها في الفرن زي ما قلت لكم على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. ومفتحش عليها الفرن خالص يا جماعة. بعد نص ساعة اجيب خلة وابدأ ان انا احطها في النص وهلا اشوف. اهو كده يا جماعة، شايفين القوام عامل ازاي ولا اللون البرتقال بقى طعمه شكله خطير فيها، مخليها اصفر وكمان بعد السوا. اهو يا جماعة، انا هنا كده في الفرن اهو بوريكم العود الخشبي دخل فيها وطلع نضيف، يبقى كده خلاص اقفل عليها. هطلعها بقى يا جماعة وهوريها لكم ان شاء الله. دلوقتي هقطعها لكم. اهو يا جماعة شايفين اللون الذهبي الحلو ازاي، خدت وشه من تحت برضو. اهو ابدأ اقطعها. شايفين الطراوة يا جماعة؟ بس طبعا انا هنا بقطعها وهي سخنة، ما صبرتش عليها عشان الاولاد كانوا عايزين منها، فما صبرتش عليها لحد ما تبرد. فهي كده سخنة اهي يا جماعة زي ما انتوا شايفين الطراوة بتتقطع بكل سهولة ازاي. اهو يا جماعة شايفين، بسم الله ما شاء الله. واللون بقى خطير، والريحة ان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. والريحة هتجيب اخر الدنيا لحد الجيران ان شاء الله. الجيران هيسألوكوا ايه الريحة الخطيرة والروعة دي. انا هبدأ هنا اسلك، بس معلش بقى ان هي يعني ايه، منها سخنة، انا مش عارفة اتحكم فيها زي ما انتوا شايفين كده. اهو يا جماعة شايفين لونها دهبي ازاي، خدت وش جميل. اهو يا جماعة اهي، بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون دهبي ازاي؟ اهو يا جماعة علشان البرتقانة السليمة اللي انا حطيتها. بعد شوية انا هاجي اقدمها لكم بقى دلوقتي في طبق. اهو يا جماعة كده هي بردت خالص، انا بقول لكم هي كده انا سبتها لحد ما تبرد خالص خالص.
وهو يا جماعة بتطلع بكل سهولة، الخرطة بخرطتها وماسكة نفسها. وشايفين اللون، شايفين الطراوة يا جماعة، والطعم بقى بسم الله ما شاء الله ما اقولكمش، والكمية بسم الله ما شاء الله وفيرة جدا جدا. اعملوها يا جماعة بألف هنا وشفا على قلبكم. اهو يا جماعة انا ارسلكم منها شوية، اعملوا بقى جنبيها شاي بلبن او شاي سادة اللي انتوا تحبوه، وجربوها يا جماعة واعملوها لأولادكم في الشتا دي بتدفي. ان شاء الله. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وأمنه. مع السلامة حبايب قلبي.